اليوم غادي نكشف لكم على انمي جديد. اليوم غادي نهضروا على قصه شاب سميتو موروهيتو اوتوغي، تلميذ في الثانوي اللي كان كيعيش حياه هادئه وبسيطه وما كيستعملش قواه الخارقه حيت كيخاف يجرح الناس اللي كيبغيهم. داز الوقت وهو كيمشي ويجي من المدرسه بلا مشاكل بلا صداع، وكل شيء كاين باين غادي يبقى هكا. ولكن الامور غادي تتبدل من نهار عرف بانه خصو يعيش مع بنت ساحره، ماشي اي بنت، هادي نيكو صديقته الطفوله ديالو اللي ما شافهاش من اكثر من 10 سنين. تخيل معايا تكون عايش بخير وعلى خير وفجاه كتجي عندك بنت عندها السحر وتقول لك غادي نسكن معاك، ولكن ماشي غير هكا وصافي. السبب ديال رجوعها لحياته ماشي مفرح ولكن خطير. كاينه النبوءه اللي كتقول ان نيكو غادي تصيبها مصيبه كبيره هذا العام، وباش يتفاداو الكارثه خصها واحد اللي يحميها، ومن غير موروهيتو ما كاين حتى حد اخر صالح لهذا الدور. من ثم حياتهم تبدلات كليا، كيدوزوا نهارهم كامل مجموعين في الثانويه في الدار اللي ساكنين فيها بجوج، ومع الوقت كيف ما كتعرف القرب كيجبد المشاعر. ولكن هنا كاين مشكل كبير. موروهيتو كان كيتصور ان نيكو ولات ناضجه كبيره وكتتحكم في السحر ديالها مزيان، ولكن الواقع صدمو، ما تغيراتش بزاف، ما زالت كتدخل راسها في المشاكل وكتجرو معها، وكل مره كتوقع في شي مصيبه هو اللي كيخلص الثمن. ومع ذلك القصه عبر لحظات ضاحكه ومواقف محرجه ومشاعر كتقربهم من بعضياتهم شويه بشويه رغم كل الحواجز. ما نساوش واحد الحاجه زوينه بزاف، هي ان الاغنيه الافتتاحيه اللي غناها كان سميتو يواسوبي، وحاجه كتحمس، حاجه ما كتخطرش على البال. شكرا لكم، وكنتمنوا تدخلوا ديروا واحد اللايك وواحد التعليق وتشاركوا. شكرا لكم.